السلام عليكم، مع السلامة ميزامي، واش راكم؟ صحة رمضانكم وصحة فطوركم ان شاء الله ينعاد عليكم كامل بالصحة والعافية. ديما مع الوصفات البسيطة. اليوم جبت لكم المول الأسطوري اللي رايحين نديرو به حالة في هذا رمضان. آه مثل الأطباق أو المقبلات أو التحاليات، يعني هذا المول راهو طندوس هذا العام، غير شريوه وخبيوه راكم رايحين ديروا به عجب كيما نقولوا. الوغ اليوم جبت لكم كيش بالسلق والدجاج بواحد العجينه تجي تقرمش بنينه بالبزاف، ميشتش كم من وقت واقتصادي سهل جدا ولذيذ، ما عندي ما نقولكم عليه. الو ندوزو ديريكتومون للطريقه. عندي 500 غرام تاع الفارينه، حوالي قسم يعادل الرطل تاع الفارينه. رايحين نغربلوه كامل. هنا ملاحظه، لازم تغربلو الفارينه تاعكم. فوالا. رايحه نضيف لها ثاني 120 غرام تاع لا مارغرين، يكون بدرجه حراره المطبخ، مع قرصه تاع الملح. رايحه نبسس كامل هذيك الفارينه، ندخلها كامل هذاك اللي دم في الفارينه، ورايحه نجمعها بحوالي ربع كاس تاع الماء. هنا ملاحظه، سمحوني فقط الفيديو تاع الماء ما كانشو. رايحه نجمعها بالماء ونخليها اكوتي. هنا رايحه نحضر الحشوه نتاعي. عندي صدر تاع دجاج مقطع هكا صغيور، مع سنينه تاع ثوم، غرفه تاع زبده، توابل عندي الملح، فلفل الكحل، مع زنجبيل وراس الحانوت والتوابل تاع الدجاج. رايحه نقليهم كامل كيما راكم تشوفوا حتى وين يطيب لينا هذاك الدجاج تاعنا. هنا كنت غسلت السلق تاعي وفورته بالملح بيان سور. رايحه نضيفه للدجاج نتاعي. رايحه نخليه يعني يتشرب من هذاك لاصوص. ومن جهه واحده اخرى عندي زوج حبات تاع البيض، مع نص علبة تاع كريمة سائلة، نص كاس نتاع حليب، رشة تاع الملح، فلفل كحل، مع الثوم تاع لابورت. نخلطهم مليح هكا كيما راكم تشوفوا. رايحه نضيف الخليط نتاعي بين السلق والدجاج اللي درناه. رايحه نديرو هكاك مباشره وهو سخون. رايحه نخلطه قبل ما تضيفوا هذاك السلق مع الدجاج. رايحين نحيو شي من الليكيد هذاك لان راح نحتاجه من بعد. الو هنا جبت هذا المول الاسطوري كيما قلت لكم، 30 على 10 سنتيمتر. حليت العجينه نتاعي رقيقه، رايحه نديرها في المول نتاعي كيما راكم تشوفوا. رايحه نديرها في المول هذاك المستطيل، والعجينه اللي بقات لي رايحه نكملها نديرها في المول هذا الدائري. رايحه نحيها كامل هذوك الزوائد باجي لينا الشكل شباب. فوالا. مباشرة رايحة نعمرهم بهذاك الحشوة اللي درناها مع بعض، يعني نديرو بارد في بارد. كاين اللي يطيبوا هذيك العجينه من بعد رايحين نديروا الحشوه، انا لا، راح ندير كلشي مع بعض. هذاك الليكيد اللي نحيته مع الاول رايحه نزيد نديره من الفوق، ورايحه نربي عليه الفخوماج من الفوق كيما راكم تشوفوا، ولا تقدروا تستغناو عليه. انا يعني نفضل ندير له الجبن، يعطيها بنه جد رائعه. ورايحه ندخلوا للفرن، نشعلوا من التحت حتى وين نشوف هذوك الاطراف كامل طابوا. من بعد رايحه نشعلهم من الفوق. اي فوالا، هاوليك الكيش تاعنا بعد ما طاب، يعني خرج ما شاء الله، خرج روعه بنين بالبزاف. ما عليكم غير اجربوا هذه الطريقه والوصفه، على بالي راح تعجبكم. وصحه رمضانكم وصحه فطركم. تلاقوا في حصه واحده اخرى ان شاء الله. مع السلامه.